كيف بالمحامي أن يرافق الاستثمارات الكبيرة، مشاريع الاستثمارات الكبيرة وتمويلها. Le rôle de l'avocat dans l'accompagnement dans les grands projets d'investissement، تمويل هذه المشاريع الاستثمارية. معنا أستاذ محمد قاروب ماجد، أستاذ من المملكة العربية السعودية، اللي عنده كل التجربة في هذا الميدان، وكذلك الأستاذ نافع سليماني اللي ماهوش كان محامي إلى أنه الآن راه مختص في شركة متعددة الجنسيات، كذلك ويرافقها بطريقة أخرى غير المحاماة. إذن الأستاذ ماجد عندك 15 دقيقة بالضبط. السلام عليكم. كم واحد لسه صاحي؟ كم واحد لسه فائق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبلغكم تحية الإسلام الخالدة من المملكة العربية السعودية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة يجب أن نشكر الجهة المنظمة والقائمين على هذا المؤتمر في طرح موضوع المحامي والمحاماة في صورة جديدة غير مسبوقة وغير تقليدية على النمطية التي اعتدنا عليها في معرفة دور ومهمة المحامي في المجتمعات، لأنه نحتاج أن نراجع الصورة الذهنية للمحامي والدول والاستثمارات. أنا على سبيل المثال من المملكة العربية السعودية، والكل يتحدث عن الشريعة. أنا دولتي في المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية من 10 سنوات، وعندما أقابل أي محامي يتساءل: أنتوا عندكم قوانين؟ أنتوا عندكم محاماة ومحامين؟ طب إذا ما فيش قوانين وما فيش محاماة، لأنه إحنا فقط نعمل بالشريعة الإسلامية بالمفهوم الغير عربي لمفهوم الشريعة الإسلامية، المفروض أنه لسنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، لأنه العضو يجب أن تكون قوانينه متوافقة مع القوانين حول العالم. فهذه أبسط نقطة، ولكن الصورة الذهنية هي المشكلة التي تعاني منها الدول والشعوب حول العالم، لأنه قوانين الاستثمار موجودة أصلاً. هناك في العالم ما يسمى عالمية التشريع، فالقانون التجاري وجميع القوانين التجارية تصدر من لجنة تجارية في الأمم المتحدة، وبالتالي الدول تأخذ هذه التشريعات كمشاريع مسودة وتقوم فقط بترجمة إلى لغتها وأفكارها المحلية لتصدر تشريعها الداخلي. فلذلك القوانين حول العالم فيها نوع من التوحد الشكلي في النصوص، ولكن حقيقة ما نحتاج أن نتحدث عنه هو التطبيق الحقيقي في الداخل على هذه التشريعات التي توضح طبيعة الأعمال والمهام. عندما نتحدث عن الاستثمار في الحقيقة يجب أن لا ننخدع أمام بعض المظاهر الاستثمارية. فمثلا عندما نجد شركات النفط والغاز والمشاريع العملاقة موجودة حول العالم، هذا ليس بالضرورة أن وجودها في تلك الدول هو وجود لأنه قوانين الاستثمار لديها جاذبة، ولكن هذه استثمارات عابرة للقارات ذات عنصر سياسي وأمني لدولها، وأهمها شركات النفط يجب أن تتواجد في كل بقعة حتى تتمكن من السيطرة على صناعة الطاقة بما فيها من نفط وغاز، ولكن ليس وجودها في جميع دول العالم معناته أن تلك الدول هي دول قوانينها وأعمالها جاذبة للاستثمارات. ونفس الأمر بالنسبة للشركات العابرة للقارات العملاقة زي بروكتر اند جامبل، يونيليفر، بيبسي، كولا، كوكا كولا، ماكدونالدز.
هذه دول مدعومة مؤمن عليها من حكوماتها، لأنها يجب أن تتواجد في جميع دول العالم، لأن هناك رسالة من خلف وجود شعارها في كل بقعة من بقع العالم. اليوم الاستثمارات التي نتحدث عنها هي استثمارات المباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ولكن ليست العملاقة. هذه الشركات تحتاج أن تطمئن ليس لنصوص القوانين، ولكن للمناخ وتطبيقات تلك القوانين على الحقيقة في أرض الواقع. وهنا يأتي دور المحامي. المحامي في الحقيقة منتج عن بلده، منتج عن نظام التعليم، منتج عن نقابته، منتج عن سلطته التشريعية والقضائية. إذا أخذنا هذه المنظومة متكاملة نستطيع أن نصل إلى هل يستطيع المحامي أن يقوم بدور الموجود على عنوان هذا المؤتمر أم لا؟ هل يستطيع المحامي أن يكون سفير؟ هذا المؤتمر يحدد مهمة جديدة للمحامي. الحديث عن القانون والمادة 6 والمادة 10 ليس دور المحامي من هذا المؤتمر. المحامي يجب أن يتحول إلى سفير ينقل الصورة الإيجابية عن دولته، عن استقلالية السلطة التشريعية، عن استقلالية السلطة القضائية، وأن ذلك واقع وليس صورة إعلامية. هذا ما يحتاجه المؤتمر في رسالته التي يجب أن تكون موجودة في جميع دول العالم. إحنا هنا لا نتحدث حقيقة عن نصوص نظامية في قانون، نحن نتحدث عن طمأنة للأجنبي عن دولنا أو عن بلدي، سواء كنت أنا جزائري أو سعودي أو أي ما كانت الجنسية. وبالتالي حتى أيضا الحديث عن التحكيم كوسيلة لفض المنازعات هو في الحقيقة كلام فاضي، لأنه إذا كانت السلطة القضائية داخل البلد لديها نزاع داخلي مع التحكيم وقوته ونزاهته ومكانته، إذا كانت نقابة المحامين أو ممارسة التحكيم فاسدة في هذه الدولة، فالحديث عن وجود تنفيذ أجنبي للأحكام التحكيم يعتبر حقيقة نوع من السراب. إحنا المحامين نعرف في كل دول العالم من هي الدول التي تحترم التحكيم كفكر، ما هي ثقافة رجل الأعمال ومجتمع الأعمال. عندما يكون المحامي في الدرك الأخير من المكانة الأدبية والاجتماعية في أوطانه، هذه دول ليست جاذبة للاستثمار، هذه دول طاردة للاستثمار. ولذلك لما نروح عند الغرب ونشوف نجد أنه رجل القانون المحامي عضو مجلس إدارة، عضو كونغرس، عضو سلطة تشريعية، مش واحد جالس مسكين لما تكون في قضية أبس الحقنا تعال. المحامي موجود قبل ذلك بكثير. فإن لم يكن المحامي لديه المكانة الحقيقية داخل مجتمعه في جميع سلطاته وفي ذهن مجتمع الأعمال وفي ذهن مؤسسات المجتمع المدني، في الحقيقة لن يقوم بأي دور غير أنه يروح محكمة ويرجع، ويكون كل انتصاره تمكنه من تقديم مذكرة خايبة أمام قاضي في محكمة، ويعتبر هذا هو حديثه في المساء مع أصدقائه وعن انتصاراته الكبيرة الفعلية. أنا دائما أتحدث عن UIA بكل فخر. هذه مؤسسة أنا أحبها بالرغم من وجود كثير من العراقيل الثقافية بيني وبين بعض زملائي، ولكن أريد أن أدلل ليس فقط على هذا المؤتمر ولكن على ممارسة. أنا أمين عام الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، وكان عندي مناصب مختلفة في الاتحاد، ولكن ماذا فعلت؟ فعلت عند إطلاق رؤية المملكة 2030 ووجود مشروع عملاق للاستثمارات يحول المملكة إلى عملاق اقتصادي عالمي يقود الاقتصاد في المنطقة العربية والآسيوية. كتبت إلى معظم أصدقائي في UIA عن الرؤية وعن ما بها من فرص للمحامين، فرص لعملائهم، فرص للشركات التي يتوكلوا عنها. أنا اليوم بفضل هذه الرسالة التي صدرت في منتصف العام الماضي، أنا الآن أتعامل مع 50 عميل جديد من أوروبا تحديداً عن مشاريع صغيرة ومتوسطة. أنا بالنسبة لي كانت عبارة عن عمل، ولكن لبلدي عبارة عن استثمارات جديدة. وهذا هو الدور اللي يجب أن يقوم به المحامي. المحامي يجب أن يكون صاحب رسالة،
صاحب رسالة لدعم نفسه ولدعم بلده. يجب أنه نعرف ما هي مكانة المحامي أيضاً في الغرف التجارية، في مؤسسات المجتمع المدني، في الإعلام، ما هي علاقته المباشرة والشخصية مع الآخر أو من خلال نقابته. في الحقيقة معظم نقاباتنا العربية ودول العالم الثالث منشغلة بحقوق الإنسان ومنشغلة بالكلام اللي ملوش دعوة بالمهنة، بينما في الاتحاد الدولي للمحامين لجنة حقوق الإنسان هي لجنة من 50 لجنة متخصصة، ولكن إحنا انشغلنا بالكلام الفاضي ونقعد نتابع انتخابات أمريكا لأنه ما عندناش انتخابات في بلداننا. لكن أنا أتحدث فقط عن المحامي. المحامي يجب أن يغير شخصيته، وأنا أتمنى على المحامي العربي تحديداً أنه يخرج من نطاق المحلية الضيقة جداً في نظرته للمهنة وقوانين مهنة المحاماة المعرقلة للتنمية في أي بلد ووطن في دول العالم الثالث، ويخرج إلى رؤية جديدة يتخاطب فيها مع العالم، يتحول معها إلى أن يكون سفير لبلده وليس محبط في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن بلده وعالمه. وشكرا لكم.